السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا عليكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة فيديو سريع كده. لو أنت غاوي فرخ لو أنت غاوي فرخ وطبعا إحنا دلوقتي بدأنا في موسم الفرخ. كلنا الحمام عندنا محصي، كلنا الحمام عندنا تحته زغاليل، وربنا يرزق. مهم جدا اسمع نصيحة أخوك عشان تشوف زغلول مصحح. مهم جدا يبقى عندك الخميرة سواء بشري أو بيطري او خميره من المخبز او خميره فوريه. تمام، انا عن نفسي بستخدم دي ترو فاست دي بيطري بتاع شركه فارس. تمام كده، 4 في 1. دي محسن هضم وبكتيريا نافعه وفتح شهيه وكذا حاجه في بعضيها، وانزيمات هضم، حاجات كتير قوي فيها. دي فعلا فعلا فارقه معايا. موضوع الزغاليل والله فارقه معايا جدا. انا عامل قطاره صغيره، ومن بعد اول ما الزغاليل تيجي تاكل خشن من عمر اسبوع يعني، بدي نقطتين في الفم، ممكن كل يوم ويوم نقطتين في الفم. تمام، ممتازه جدا. جرب اي نوع خميره وفعلا فعلا هتفرق معاك في انتاج الزغاليل. دي بالنسبه لي نمره واحد. في كذا نوع تاني بيطري يعني، بس انا بتكلم في دي. انا بستخدمها دلوقتي بقالي فتره كبيره جدا، داخل في السنتين بستخدمها. ترو فاست دي اهي، الناس اللي عايز تاخدها سكرين شوت. ترو فاست، تمام، دي بيطري. طيب، انواع الخميره التانيه قلنا خميره بتاعت المخبز اللي هي اللي في قوالب ديت، وقلنا خميره فوريه. لو انا عايز استخدم جماعي احط من دي سنتي على اللتر. عاوز استخدم خميره فوريه احط نص معلقه شاي على اللتر. عاوز استخدم خميره اللي هي القطع اللي هي العجين يعني ديت، احط حته دقال الصباع على اللتر. تمام كده يا جماعه، ممتازه جدا. ممكن تستخدمها للحمام الكبير طبعا عشان هي محسن هضم، وهي الاهالي بتزق، هتفتح صدرها وتخلي الحمام عنده فتح شهيه ويحسن الهضم ويخليه يزق الزغاليل افضل وافضل. زي ما احنا قلنا الحمام اعتماده في الهضم على ايه؟ على البكتيريا النافعه والعصاره الصفراء في الكبد. تمام كده، الحمام ما عندوش معده زينا، ما عندوش معده تطحن زينا، ما فيش كده. بيعتمد على العصاره الصفراء وعلى ايه؟ وعلى التحديق وعلى البكتيريا النافعه. هم دول اللي بيحسنوا الهضم عنده. فانت الله يكرمك، الخميره مهمه عندك. وبعد اي كورس علاج، اي فرد حمام كنت بتعالجه بياخد مضادات حيويه، بعد ما خلص كورس المضاد الحيوي لازم نشتغل يوم او يومين بكتيريا نافعه عليك خميره يعني. تمام كده يا جماعه، فالله يكرمك. لو الفيديو ده مهم ليك الله يكرمك ما تنساش تعمل متابعه لصفحتنا على الفيسبوك، وتعمل اشتراك في القناه دي، قناتنا الثانيه قناه احمد ابو هاجر ومحب الحمام. آه، وخد بالك برضه، عايز الفت نظرك، الخميره آه تفرق معاك جدا في النمو والريش. اه والله تفرق معاك جدا، لان هي فيها حاجات جامده جامده فعلا. انا بتفرق معايا يعني، انا بستخدم ديت للتشبيب برضو الناحيه التانيه والكلام من ده. فالله يكرمك ما تاثرش مع حمامك. فده كان فيديو النهارده. شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. لو انت اول مره بتشوفني، دي قناتي التانيه، دي صفحتي على الفيسبوك احمد ابو هاجر محب الحمام. اعمل لنا متابعه بقى عليهم، واعمل لنا اشتراك في القناه. شكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم في الله احمد ابو هاجر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.